الإخوة والأخوات اللي بيربوا فراخ في البيت، الكتاكيت بتتلم على بعضها وتكش، ما بتاكلش ولا بتشرب، وتاني يوم بتلاقي نصهم ميت. مشكلة نزول الحرارة مشكلة كبيرة لا يمكن إغفالها. تعال نحلها في كلمة ونص. الكتاكيت يا جماعة لما بتبرد بتتلم على بعضها، ولا بتفكر في أكل ولا بتفكر في شرب، وده بيخليها تفضل تموت شيئا فشيء. لازم وحتما قبل ما نشتري كتاكيت، خاصة في البرد اللي احنا فيه ده، نوفر مصدر نظبط بيه درجة الحرارة. 3 أخطاء لازم نخلي بالنا منهم، هم اللي بيحسسوا الكتاكيت بالبرد. أولا إنه يكون الحرارة أصلا بتنزل، ودي لازم نتغلب عليها بإننا نستخدم مصدر للحرارة، يا إما اللمبة الصفراء، ودي كويسة خالص للأعداد القليلة. هنرفعها عن الكتاكيت من 40 ل50 سنتي، وبناء على الوضع اللي احنا شايفينه، لو الكتاكيت لسه بردانة ننزلها شوية، لو الكتاكيت بدأت تسخن وتبعد عن مصدر اللمبة نرفعها شوية. يا إما الدفاية المنزلية، ودي كويسة أوي لكنها بتستهلك كهرباء كتير، يا إما الشعلة اللي بتتركب على جاز أو غاز، ودي كويسة مع الأعداد الأكتر شوية لكن نسبة الأمان فيها قليلة، فنخلي بالنا. الخطأ التاني إن ممكن تكون الحرارة مظبوطة لكن في تيار هواء. الكتاكيت في الأعمار الأولى بتكون محتاجة تهوية قليلة بدون تيار مباشر، لو في أي تيار مباشر هيحسس الفراخ بالبرد وهيعمل نفس المشكلة. حلها إننا نقفل أي شباك أو فتحة بتدخل هواء، مجرد ما الفراخ تكبر شوية بنهوي لكن بدون تيار مباشر. الخطأ التالت إن يكون الفرشة تحت الفراخ قليلة قوي أو مبلولة، ده برضه هيحسس الفراخ بنفس المشكلة. هنخلي الفرشة من 5 ل7 سنتي نشارة أو تب، ونشيل أول بأول أي جزء مبلول. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.